شغال معانا كويس مع البروتين بتاعنا. خلاص. دي مثلا مثال للغدا. الفاكهة المسموحة عندنا في الكيتوجينيك دايت: الفراولة بأي كمية، البيريز، مش العنب، لا البيريز زي البلاك بيري والبلو بيري، حجم مثلا 50 أو 100 جرام ماكسيمم مع الوجبة الرئيسية. الافوكادو من الحاجات المسموح بيها تماما في الكيتوجينيك دايت، هناخد مثلا نص افوكادو مع الوجبه، لان الافوكادو طبعا فيه الياف طبيعيه، وده هيحسن في الشبع وكده. لو تاخد بالك ان الاكل اللي بنقوله حجمه مش كبير الى حد ما، طبعا مفيش مثلا رز، مفيش نشويات كبيره تشبعنا. هنتكلم في النقطه دي حالا. لو عايز سناك، خلاص انت جعان جدا ومش قادر، بالذات في الاول وانت عايز سناك ضروري جدا، السناك بتاعتنا هتبقى عبارة عن المكسرات، خلاص، والماكسيمم بتاعنا من 50 ل 100 جرام، اللب السوري، او مثلا البيض المسلوق. خلاص، كل دي سناكس مسموح بيها، مفيش مشكلة. نحاول نبعد تماما عن الديريز اللي هي الألبان، الزبادي واللبن الرايب والحاجات دي، لأن الحاجات دي فيها سكر اللاكتوز، وسكر اللاكتوز ده هيخرجنا بره الدايت في ثانية. حتى لو هو قليل اللاكتوز، البروتين بتاعها عالي لدرجة ان هو ممكن يحصل موضوع الجلوكونيوجينيسيس، انتاج السكر عن طريق البروتين، واحنا مش عايزين نزود البروتين عشان ما ننتجش سكر، فده يخرجنا بره الكيتوزيس. العشاء مثلا ممكن نفس الكلام اللي قلناه في الفطار، اللي هو بيض مقلي بأي كمية. مش خلاص زهقنا من البيض المقلي، ممكن ناخد طبق سلطة مثلا، بس طبعا ممنوع فيه القوطة وممنوع البصل، خلاص، والجزر والحاجات دي. هيبقى مثلا خيار وكوسة وبروكلي والكلام دوت، مع مثلا حتة سمك فيليه صغيرة، أو حتة زي ما قلنا تاني حتة لحمة صغيرة. الكلام ده هيكون كويس، هيكون كويس جدا معانا. ده زي مثال صغير للوجبة الكيتوجينيك في يوم مثلا. طبعا دي يعني وجبة اوت اوف ماي هيد كده. لو هنمسك نظام كامل هنمشي على الكيتوجينيك دايت، هنعمل طبعا تقييم للحالة، وبعد كده هنعمل نظام كامل اول اسبوع. ودي حاجه لازم اي حد بيمشي على الكيتوجينيك دايت يبقى عارفها كويس جدا. بيبقى فيه مشكلتين: المشكله الاولانيه هي حاجه اسمها الكيتو فلو. ايه الكيتو فلو؟ انت بيجيلك زي اعراض البرد بالظبط، انت بيجيلك تعب جامد جدا في الجسم، كأن عندك برد، تكسير في الجسم جامد، وصداع وتعب وتهميد في الجسم جامد جدا. الكيتو فلو ده السبب الرئيسي بتاعه ان انت الاكل الكيتوجينيك، او الاكل اللي دهونه عاليه، زي ما قلنا، بيسبب ان انت بتنزل ميه كتير جدا من الجسم، ومع الميه بينزل صوديوم وبوتاسيوم كتير، فبيبتدي يبقى ضغطك بينزل، ضغطك بيبقى واطي، بيبتدي يبقى عندك صداع جامد جدا في دماغك طول النهار، يبتدي يبقى عندك اعراض تكسير في الجسم واعراض وجع في الجسم وحاجه زي كده، لان انت طبعا بيبقى عندك شويه ديهايدريشن، مع طبعا قله السكر او انسحاب السكر في الدم بالظبط. انت بتتعامل كانك مدمن. السكر ادماني جدا، فلما يبتدي ينسحب من الجسم يجيب لك اعراض زي اعراض الانسحاب بتاعه القهوه والكافيين بالظبط. القهوه والشاي والحاجات دي مسموح بيها تماما في الكيتوجينيك دايت، مفيش فيها مشكله، لان طبعا سعراتها زيرو. ممنوع تماما طبعا نحط سكر او عسل عليها او اي حاجه من الحاجات دي. البوليت بروف كوفي، اللي هي انت بتحط مثلا على القهوه دهون زي مثلا زيت جوز الهند او الكلام ده. يعني انا ما بحبش الحاجات دي قوي، ولكن في دراسات بتقول ان هي مفيده وان هي كويسه وان هي بتزود دخولك في الكيتوزس، او بتزود دخولك في حاله انتاج الاجسام الكيتونيه. طيب، نحارب الكيتوجينيك فلو ازاي، او الكيتو فلو ازاي؟ احسن طريقه تحارب بيها الكيتو فلو ان انت تشرب الكترولايتس. يعني ايه اشرب الكترولايتس؟ يعني هتشرب ميه عليها املاح. خلاص، ببساطه شديده هتجيب ملح صوديوم وملح بوتاسيوم. خلاص، ملح الصوديوم بيبقى صوديوم كلورايد، ملح البوتاسيوم بيبقى بوتاسيوم كلورايد. بتجيب زي مثلا ربع معلقة أو على طرف معلقة الشاي كده من ملح الصوديوم، وطرف معلقة الشاي من ملح البوتاسيوم، وتحط الاتنين، خلاص، طرف معلقة من هنا طرف معلقة من هنا على لتر مية. خلاص، وتشرب المية دي على مدار اليوم. ده يعوض لك الالكترولايتس اللي انت بتفقدها، ويحسن جدا في اعراض الكيتو فلو او اعراض انسحاب السكر اللي بتحصل لك دي.
طبعا الالكترولايتس دي يفضل طبعا ان انت تعملها، لان هي هتفرق معاك جدا، بالذات بسبب نزول الميه الجامد من الجسم، عشان ما تدخلكش في اعراض خفقان في القلب بعد كده او الكلام ده. المشكله دي كلها تبقى اول اسبوع بس، بعد اول اسبوع اول ما تخش في الديب كيتوزس جسمك بيتعود والموضوع ده بينتهي تماما. آم، الحل التاني لو انت ما بتحبش ان انت بقى تجيب ملح وتحطه في ميه وتحس ان انت عايز ترجع والكلام ده، ان انت تاخد بون بروث. خلاص، بون بروث او شوربة عظام. البون بروث عبارة عن ايه؟ هي ببساطة منقوع عظام. شوربة، انت زي ما بتعمل مثلا شوربة الفراخ وبتشرب الشوربة، تبقى الشوربة مليانة مغذيات ومليانة الكلام ده. البون بروث او شوربة العظام بيبقى فيها كل الالكترولايتس، كل الاملاح، بيبقى فيها املاح صوديوم، املاح بوتاسيوم، املاح مغنيسيوم، املاح فوسفات، بيبقى فيها حاجات ممتازه جدا، بيبقى فيها كولاجين، بيبقى فيها حاجات ممتازه جدا، وفي نفس الوقت بيبقى فيها زيرو سكريات. مش فيها سكريات تماما، مفيش فيها اي سعرات زياده تخرج بره الكيتوزس. بتتعمل ازاي؟ بتجيب عظم الفراخ او عظم او العظم اللي هو اللحوم وكده، وتحطه في ميه وتعمله زي الشوربه بالظبط. خلاص، لو عندك اللي هي حلة بخار او عندك اي حلة مقفولة، حطه واعملها وسيبه مثلا من ساعة لساعتين. هتلاقي الشوربة دي ظهرت جدا. خلاص، بيبقى فيها بس دهون كتير. خلاص، دي حاجة طبيعية فيها. حلها ايه؟ يا اما تشربها بيها، بس ده هيزود السعرات بتاعتك. لو انت مش عايز تشربها بيها، حطها في التلاجة لمدة 12 ساعة، خرجها من التلاجة، هتلاقي طبقة الدهون كلها موجودة على الوش. شيلها بمعلقة أو شيلها بأي حاجة، شيل طبقة الدهون دي خالص. والمية اللي تبقى شبه البلازما دي هي دي البون بروث. سخنها ودفيها واشربها مع الوجبة الرئيسية بتاعتك، أو اشربها بدل السناكس. دي هتفرق جدا جدا في التخلص من الكيتو فلو، أو التخلص من أعراض التعب اللي بيحصل لك مع الكيتوجينيك دايت أو كده. دي المشكلة الأولانية في الكيتوجينيك دايت. المشكلة التانية في الكيتوجينيك دايت وهي مشكلة الجوع. طيب أنا جعان يعني، والفوليوم أو حجم الأكل بتاع الأكل الكيتوجينيك مش كبير. خلاص يعني، مهما قلنا ان الاكل كبير وبتاع، ولكن احنا عارفين ان الكربوهيدرات من اهم مميزاتها ان اصلا اكتر من 40% من حجم الكربوهيدرات بيبقى عبارة عن الياف غير مهضومة، ودي بتساعد جدا في الشبع، وبتطلع هرمون الليبتين اللي بيحسن الشبع بتاعنا. فطبعا دي لو مش موجودة بيحصل لنا مشاكل كتير جدا، ان احنا بنبقى على طول جعانين. المشكلة دي بتحس بيها في اول اسبوع فقط. خلاص، كل الناس اللي عملت الكيتوجينيك دايت وكل الناس اللي جربته عارفه كويس قوي ان انت بعد اول اسبوع من الكيتوجينيك دايت الجوع بيختفي تماما، متبقاش عايز تاكل نهائي، مش عايز اي اكل خلاص. بيحصل لك اللي بيحصل ايه؟ ان انت فسيولوجيا الكيتوزس بيبقى متزامن معاه احساس رهيب جدا بالشبع. ومن هنا جت فكرة دايت تاني هنتكلم عنه يعني بعد شوية، بعد ما نتكلم عن الكيتوجينيك دايت. ان انت الليبتين بيزيد جدا، الجريل ما بيفرص نهائي، على طول شبعان، على طول مش جعان خالص. المشكلة بتبقى في اول اسبوع، ودي حلها سهل جدا، وهو زي ما قلنا هو البون بروث. خلاص، البون بروث من مميزاتها ان هي بتشبعك، بالذات لو انت سبت الدهون فيها وشربتها بتلكمك جدا جدا وبتشبعك. فدي انت ممكن يعني لو تستحمل تشربها بالدهون بتاعتها في اول اسبوع، وبعد كده مش هتحتاجها اصلا، لان انت بعد اول 4 او 5 ايام من الكيتوجينيك دايت الاحساس الجوع الجامد ده بيختفي تماما. ده بالنسبة لموضوع الكيتوجينيك دايت بيشتغل ازاي والمشاكل اللي فيه. طيب اوقفه امتى؟ اوقف الكيتوجينيك دايت امتى؟ بعد اول اسبوع الصح ان انت بيبقى معاك جهاز زي جهاز قياس السكر كده، اسمه جهاز قياس الكيتون بوديز. خلاص، الجهاز ده بيبقى فيه رقم، اللي هو رقم ده كام الف بير ملي ملي لتر اوف بلاد. ما علينا يعني، المهم ان انت من 1 ل2 انت كده في اللو كيتوزس، من 2 ل5 انت كده مودريت كيتوزس، او من 2 ل4 فوق ال4 انت كده في الديب كيتوزس. دخلت في مرحلة الديب كيتوزس يبقى انت كده خلاص، انت المرحلة دي المرحلة اللي احنا عايزينها، والمرحلة اللي احنا هنثبت عليها على قد ما نقدر، ان هي دي المرحلة اللي هي هتجري فيها في الخسسان كتير جدا جدا، وهتاخد كل المنافع بتاعة الكيتوجينيك دايت.
هوقف امتى؟ زي ما قلنا احنا هتوقف في حالة من اتنين. لو انت عايز تخس مثلا من 10 ل20 كيلو، توقف لما توصل للوزن اللي انت عايزه، لان انت بتخس بسرعة جدا. خلاص مش محتاج ان انت يعني تاخد وقت، خلاص، او تحسب وقت عشان تقف، لان انت في اول شهر اصلا بتلاقي نفسك خسيت من 10 ل15 كيلو. الشهر التاني هتخس فيه الباقي، وخلاص الموضوع كده يبقى انتهى. نبتدي نثبت بقى، لان طبعا لما نيجي نرجع للاكل العادي تاني نبتدي نزيد ميه شويه، فبقى زياده الميه دي تبقى حوالي من 3 ل5 كيلو. فدي لازم تبقى معمول حسابها. خلاص لو انت من 10 ل20 كيلو مش محتاج تحسب، وقف الكيتوجينيك دايت لما توصل للوزن اللي انت عايزه. لو انت عايز تخس اكتر من كده، لو انت يعني بتعمله عشان الصحة، طبعا دي حاجة تانية. لو بنعمله عشان الصحة هنوقفه كل 12 اسبوع، ونعيد الحسابات تاني، وبعد كده ممكن نرجع له تاني في خلال شهر. لو انت الموضوع عندك اكتر من 10 ل20 كيلو، هنغير الدايت كل 6 اسابيع. ده مهم جدا ان احنا نغير الدايت بتاعنا كل 6 اسابيع، عشان الجسم ما يتعودش عليه، وعشان الاثار الجانبيه بتاعت الكيتوجينيك دايت ما تظهرش معانا وما تعملناش مشاكل كبيره بعد كده. طيب ايه الدايت اللي ممكن امشي عليه وامشي عليه على طول، وما اقفش عليه زي الكيتوجينيك دايت؟ عايز دايت تمشي عليه على طول، يبقى دايت متوازن. يعني ايه دايت متوازن؟ يعني اخد فيه كل الكربوهيدرات او البروتين والفاتس بنسب متوازنه، اخدها بنسب متوازنه، اخد الفيتامينات والمعادن بتاعتي منه كويس، بحيث ما يحصليش مشاكل بعد كده. طيب احنا كده اتكلمنا عن الكيتوجينيك دايت، مساوئه وعيوبه، ازاي نبتدي فيه، ازاي نكمل فيه. لو احنا عايزين نظام غذائي، او اي حد من اللي بيتفرج دلوقتي عايز تفاصيل اكتر عن الكيتوجينيك دايت، يسيب لي في الكومنتس. خلاص، و انا في كورس كامل عن الكيتوجينيك دايت بنعمله دلوقتي. خلاص هنشرح فيه الكيتوجينيك دايت بالتفصيل، هيبقى معاك خطوة بخطوة هتعرف فيه الكيتوجينيك دايت، وفي نفس الوقت هيبقى فيه متابعات. خلاص المتابعات هتبقى مجانية، عشان وشخصية معايا أنا شخصيا، عشان تعرف تمشي في الكيتوجينيك دايت خطوة بخطوة. ايه الحاجات التانية اللي ممكن نعملها عشان نخس؟ من احسن الحاجات عشان تنزلك، وانا احب اضمها مع الكيتوجينيك دايت، ان احنا نمشي الاتنين مع بعض، ان احنا نعمل حاجة اسمها السليف ميميكينج دايت. يعني ايه السليف ميميكينج دايت؟ يعني الدايت اللي بيحاكي عمليات التكميم بتاعة المعدة. ده بيبقى البريمس بتاعه ايه؟ ده بيبقى ببساطة الى حد ما يشبه الكيتوجينيك دايت، ولكنه هو اعنف شوية، وعشان كده ما بنستمرش عليه برضو فترة كبيرة. انت لما بتعمل عملية جراحية اللي هي عملية التكميم، مش هنتكلم عن تحويل المسار خالص لان قصتها تانية. لما انت بتعمل عملية تكميم للمعدة، ودايما كل الدراسات الحديثة بتقول ان العمليات هي احسن حاجة، والناس بتحاول دلوقتي يعني تقرب جدا لموضوع العمليات، ويقولك الدايت ده ملوش لازمة وكل الدايتات فاشلة واعمل العملية. هي العملية بتعمل ايه في الجسم؟ العملية بتعمل ايه؟ العملية كل اللي بتعمله انها بتصغر حجم المعدة، بس بتخلي حجم المعدة 10% من حجمها القديم. ده بيسبب ايه؟ ده بيعمل حاجتين مميزين جدا. هي دي المزايا اللي العملية بتعملها لك. اولا ان حجم معدتك بيقل، فانت كده كده ما بتقدرش تاكل الحجم اللي انت متعود عليه، فانت بتقلل الفوليوم، بتقلل حجم الطعام اللي انت بتاكله. الحاجة التانية ان الهرمون الجريلين او هرمون الجوع بيفرز اصلا، خلاص، من المخ، ولكن هو في موصلات عصبية. الموصلات العصبية دي موجودة في المعدة. كل ما الموصلات العصبية اللي في المعدة دي يكون عددها أكبر، كل ما مخك يفرز هرمون الجريلين أكتر، فتجوع أكتر. طيب لما أنا مثلا عندي 1000 موصل عصبي، فجأة كده في يوم وليلة قصتهم ال1000 دول بقوا 100 أو بقوا 50، هرمون الجريلين مثلا بدل ما بيتفرز منه 100 وحدة يوميا، هيتفرز واحدة بس يوميا. يبقى أنت كده إحساس الجوع راح فين؟ اختفى تماما. فانا دلوقتي عندي ميزتين، ان انا اولا حجم الاكل دلوقتي ما بقدرش اخد حجم الاكل اللي انا متعود عليه، والحاجه التانية ان انا هرمون الجوع اختفى تماما، فانا ما بقتش جعان، انا بقيت على طول شبعان. ودي اهم نقطتين موجودين في اي دايت في الدنيا، ان انا ما اجوعش، انا مش عايز اجوع. الحاجه التالتة اللي العمليه بتعملها، ودي حاجه مهمه جدا، ان هي بتعمل ارتباط نفسي سلبي بالاكل. خلاص احنا ارتباطنا بالاكل دايما ارتباط ايجابي. انا لما بحب اكل، انا لما بحب ابقى
ارفه عن نفسي او احب ابسط نفسي او احب اكافئ نفسي، غالبا بكافئ نفسي بايه؟ غالبا بكافئ نفسي بالاكل. معظم المناسبات الاجتماعية او معظم التجمعات العائلية او التجمعات الاجتماعية، او واحد مثلا عنده عيد ميلاد، او واحد طالع معاش، او في مناسبة كبيرة في الشغل مثلا الناس حصل لهم حاجة انجاز كبير جدا في الشغل فعايزين يحتفلوا، غالبا الموضوع بيبقى مرتبط باكل. بنقعد ناكل ونستمتع بالاكل، والارتباط دايما بالاكل بيبقى ارتباط عاطفي ايجابي. دايما الاكل بالنسبه لنا، انت دلوقتي اول ما اقول لك اكل انت هتفكر في ايه؟ هتفكر ان انت قاعد قاعده جميله بتاكل الاكل قدام التلفزيون، قدام نتفليكس، او على البحر مثلا بتشرب عصير جميل وهكذا. العمليه تبتدي تعمل لك ارتباط نفسي سلبي مع الاكل. ليه؟ لان انت كل ما بتاكل، بالذات اول شهر او اول شهرين بعد العمليه، بتحس ان انت عندك غثيان كبير جدا، بطنك بتوجعك، غالبا بترجع، بتقعد تتقيأ بعد العملية فترة كبيرة جدا بعد كل أكل بتاكله. فبيحصل لك ارتباط نفسي سيء مع الأكل، اللي هو كل ما تيجي تفكر في الأكل، لا 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 لا، يا عم أكل إيه بقى ومعدتي توجعني وتقرفني والكلام ده. زي بالظبط الناس اللي بيبقى عندهم قرحة حادة في المعدة أو قرحة مزمنة، بتوصل معاهم لدرجة إن هو مش قادر ياكل. لا، تفكيره في الأكل أصلا بيجيب له غثيان وبيجيب له حموضة، بيجيب له الكلام ده. دي نقطة مش مهمة أوي لأن هي بتروح بسرعة بعد أول 6 شهور، ولكن هي نقطة مهمة، ومن الحاجات اللي بتساعد. التلات نقط دول بيخلوك إن أنت بعد العملية على طول بتنزل نص وزنك بمنتهى السهولة. طبعا العمليات ليها آثار جانبية كتير غير آثار العملية نفسها، غير أي حد يقول لي يا دكتور تنصحني بالعملية ولا لأ؟ على حسب حالتك. انت وزنك قد ايه؟ عندك امراض مزمنه مع الوزن ولا لا؟ هل انت رياضي ولا لا؟ بتتحرك ولا لا؟ نفسيتك عامله ايه؟ هل انت نفسيتك كويسه ومتحسنه ولا لا؟ ولا انت نفسيتك تعبانه ونفسيتك مش مظبوطه؟ التزامك ايه مع الدكاتره بتاعتك وهكذا. لكن في حقيقه واحده بس هي اللي انا الحقيقه التي لا شك فيها، ان انت ارتباطك بنظام غذائي ومعرفتك ازاي تاكل اكل صحي مستدام، دي حاجة ملهاش علاقة بالعملية خالص. انت لو ناس كتير جدا انا اعرفهم عملوا العملية بعد سنتين بالظبط رجعوا للوزن القديم بتاعهم او اكتر كمان، بسبب عاداتهم الغذائية اللي مش كويسة. كده كده خسوا ولكن رجعوا للوزن بتاعهم. وفي جملة انا بقولها لكل البيشنتس بتوعي: كل الناس بتقدر تخس، لكن مش اي حد يقدر يثبت على الوزن اللي وصل له. فده بالنسبة للعملية. احنا مش هنتكلم عن العملية اصلا، احنا هنتكلم عن نظام غذائي خلاص يعني ابتدى يبقى مطور خلاص. كانت فكرته الاول في انجلترا اللي هو بيسموه الفيري لو انرجي دايت. يعني ايه فيري لو انرجي دايت؟ او سليف ميميكينج دايت. انت ببساطه بتاكل اكل سعراته قليله قوي، سعراته قليله جدا. هو الكيتوجينيك تقريبا، لكن بيدخل مع الكيتوجينيك حاجه تانية وهي الصيام المتقطع. انا بضم الكيتوجينيك مع الصيام المتقطع مع بعض، بعمل سوبر كومبو. الكومبو ده بيخليني الجسم طول النهار يحرق من الجسم بس ما يحرقش من الاكل اللي باكله، وفي نفس الوقت الانسولين قليل طول النهار، فانا بحرق من الجسم 100%. وبيخليني مثلا انت ممكن في خلال شهر واحد بس تكسر 20 كيلو خسسان. طبعا ده حاجة ما ينفعش تبقى مستدامة، ولكن دي حاجة ابتدوا يعتمدوها خلاص. وزي ما قلنا المنظمة الفيدرالية الدولية للسمنة معتمدة على الفيري لو انرجي دايت، وابتدت تطبقه على البيشنتس بتوعها خلاص، ونتائجه حلوة جدا. وفي نفس الوقت بيبعدنا عن مخاطر او عن الاثار الجانبية للعمليات الجراحية. ايه هو الفيري لو انرجي دايت؟ ببساطة زي اسمه بالظبط، انت بتاكل في اليوم فيري لو انرجي، سعرات قليلة جدا في اليوم. فانت بتاكل وجبة واحدة 1 ميل بير داي خلاص. وفي نفس الوقت الوجبة دي ما بتبقاش سعراتها عالية، الوجبة دي بتبقى عبارة عن بروتين. طبعا ده اول واهم حاجة عشان البروتين بتاعك ما يتكسرش. بروتين. البروتين ده يفضل طبعا يكون دهني خلاص، عشان الدهون طبعا بتاعت الجسم، الدهون مهمة جدا عشان الهرمونات والمنظمات العصبية وكل الحاجات اللي الجسم بيحتاجها عشان يشتغل فيسيولوجيا كويس. و 3 أو 4 قطع خضار، الخضروات اللي هي الغير نشوية، يعني ممنوع البطاطس والبطاطا والجزر خلاص. كوسة، فلفل ألوان، أوكرا، بامية،
فاصوليا، الحاجات دي هي المسموح بيها. خلاص 4 أو 5 قطع خضار مع قطعة البروتين. تمام. بس كده يوميا. طب بقية اليوم بعمل ايه؟ بقية اليوم زي الكيتوجينيك دايت بالظبط، ابتدوا يدخلوا موضوع الالكترولايتس، ان انا احط الكترولايت مع الاكل بتاعي. الالكترولايت دوت بيديني الحاجات اللي انا مش قادر اخدها من الاكل، اللي هي الصوديوم والبوتاسيوم. بيحطوا معاه مغنيسيوم كمان، عشان المغنيسيوم مهم جدا جدا لو انت ما بتاخدوش عن طريق الاكل. وكمان موضوع البون بروث برضو بيحطوه معاه عشان يفرق معاه جدا في موضوع الجوع، وموضوع طبعا تعويض الالكترولايتس بتاعتك. ايه فوائده وايه عيوبه؟ فوائده ان هو بيوصلك للوزن المطلوب بصورة كبيرة جدا وبسرعة جدا. خلاص. فوائده نفس فوائد العملية بالظبط، انت كأنك بتعمل عملية بالظبط. اول اسبوع بيجيلك زي ما بيجيلك في الكيتوجينيك دايت بالظبط، بيجيلك الكيتو فلو وبيجيلك جوع شديد جدا. بعد اول اسبوع الجوع بيختفي تماما، الكيتو فلو بيختفي تماما، بالذات لو انت واخد الالكترولايتس، وبالذات لو انت واخد البون بروث. طبعا بعد اول اسبوع بتبتدي تتعود على الدايت، بتبتدي يبقى ما عندكش مشاكل كتير في الاكل بتاعك، بتبتدي تبقى خفيف، تبتدي تحس ان انت صحتك احسن، تبتدي تحس ان انت بتتعامل عادي. طبعا اي حد عنده امراض مزمنه ما ينفعش يعمل الدايت ده الا تحت اشراف دكتور. بيبقى فيه متابعه اسبوعيه مع الدكتور بتاعك، عشان طبعا ممكن يحصل لك دروب في اي فيتال ساينز عندك. طبعا الدروب ده لازم نحاربه فورا اول ما بيحصل، عشان لا قدر الله ما يحصل لناش تاني او ما يحصل لناش مشاكل بسببه. كل الحاجات دي طبعا بتبقى تحت متابعه لصيقه. من مميزاته برضو ان انت ممكن تستمر عليه فترة كويسة. خلاص ممكن توصل لحد 6 شهور لو انت متابع مع الدكتور بتاعك، مع شوية تويكس صغيرة في الدايت بتاعك، لان انت ما بيحصلكش المشاكل اللي بتيجي معاها زيادة الدهون، زي الكوليسترول العالي والدهون الثلاثية العالية والكلام ده. طبعا مساوئه ان هو صعب جدا على ناس معينة، على مرضى السكر مثلا، او على مرضى القلب، او على الحاجات دي. كل حاجة افيلبل وكل حاجة ممكن تتعمل، ولكن طبعا بيبقى ليها شروط معينة وشروط قاسية، ان انا ما ينفعش اعمله بدون متابعة لصيقة مع دكتور، وبدون متابعة كويسة جدا الدكتور بتاعي. خلاص. الفيري لو انرجي دايت ليه مميزات كتير، ومميزاته احسن بكتير من مساوئه، ونتائجه حلوة جدا. خلاص. نتكلم بسرعة عن نتائج الدايتات عامة. احنا للأسف معظم الدايتس كلها بتبقى موجودة في كاتيجوري معين، وهو كاتيجوري الفشل، أو كاتيجوري إن الدايتات كلها أو معظمها بيفشل بعد 6 شهور. خلاص. دي كلها إحصائيات، مش بتاعتي، بتاعت ال WHO، بتاعت ال CDC. بيقولك إن معظم الدايتس بتفشل في أول 6 شهور. في دايتس بتفشل بعد أول شهر، وفي دايتس ممكن تكمل معانا بعد 6 شهور، لكن غالبا بعد 6 شهور بيبتدي يحصل وقفة في الحرق، ويبتدي الجسم يوقف النزول في الوزن بتاعه، ويبتدي يبقى فيه صعوبة في نزول الوزن جامدة جدا. خلاص. فأحسن حاجة للدايت، أو أحسن حاجة عشان تخس أو عشان توصل للوزن المثالي اللي أنت عايزه بسهولة، هي العملية. أنا بتكلم على الإحصائيات دلوقتي، مش بتكلم على حاجات شخصية أو حاجة. الإحصائيات بتقول إن أول وأهم حاجة عشان تخس هي العملية الجراحية. تاني كاتيجوري هو الكاتيجوري بتاع حقن الأوزمبيك والفيكتوزا، والحقن الجديدة ديت اللي هي اللي بتحفز الحرق، وفي نفس الوقت بتوقف الجوع. الحاجة التالتة وهي الدايت. الميزة في الفيري لو انرجي دايت، او الدايت قليل السعرات، او اللي هو السليف ميميكينج دايت، ان هو بيحاكي العملية من ناحية الاستاتستكس، ومن ناحية الفايدة، ومن ناحية الاستمرارية عليه، لان هو مش محتاج دايت بلان جامدة، مش محتاج ان انا اقعد احسب سعرات جامدة، مش محتاج ان انا اقعد اعد وجبات بتاعتي على مدار الاسبوع. كل الكلام ده مش موجود. كل اللي انا ببقى عايزه ان انا اجهز وجبة واحدة. الوجبة دي بتبقى زي ما قلنا قطعة بروتين و4 قطع خضار. خلاص. ناس طبعا كتير جدا مش هتوافق على الكلام دوت، ودراسات كتير بتقول ان الكلام ده مش حقيقي، ولكن احنا بنتكلم على دراسات حقيقية عملتها
الورلد اوبيزيتي فيدريشن خلاص، او المنظمة العالمية للسمنة، وعلى دراسات من ال WHO ان النظام ده نظام كويس جدا، مش نظام وحش، ولكن لازم يكون تحت متابعة. طبعا ما ينفعش، ما فيش اي نظام ينفع يستمر للابد، ولكن انا ممكن اعمله علشان بس ازق الدنيا لحد ما اوصل للنقطة اللي انا عايزها. انا مش عايز اوصل لوزن مثالي او حاجة، ولكن انا عايز اقلل خطر الإصابة بالسكر وبالضغط وبالأمراض القلب، خطر الإصابة بالأمراض المزمنة وبالمشاكل المزمنة. كل ده أنا عايز أتخلص منه أو عايز أقلله خلاص. فدي النقطة أو دي البوينت المهمة أوي اللي أنا عايز أوصل لها، ولو وصلنا لها هيبقى هي ده المبتغى بتاعنا يعني. طيب نتكلم في نقطة مهمة أوي بعد نقطة الدايتس وكده، وهي نقطة انت عايز تخس ليه اصلا؟ خلاص، ايه البوينت من الخسسان، او ايه البوينت ان انا اخس او اوصل للوزن المثالي او اوصل للوزن اللي انا عايزه اصلا؟ طيب الغرض من الخسسان، انا لما اكون عايز اخس خلاص، بيبقى ليا اسباب مختلفة عن اي حد، لكن غالبا بيبقى بريشر مجتمعي. خلاص، غالبا واولا واخيرا بيبقى بريشر مجتمعي، بالذات لو انت سنك صغير، انت في العشرينات في الثلاثينات، او انت كمان طفل، دي مشكله كبيره جدا. بيبقى الضغط المجتمعي او البريشر المجتمعي هو اللي بيوصلك ان انت، لا انت تخين او انت لازم تخس. ايوه، ليه؟ عشان شكلك وحش، عشان هيجيلك امراض، ده حاجه كويسه، عشان البنات مش هيحبوك، عشان البنات مش هيعرفوا يكلموك، عشان مش هتعرفي تتجوزي. خلاص، الاسباب دي كلها موجودة والناس بتقول عليها، وده بيأثر على السيلف ايمج او على الصورة الذاتية بتاعتك. انت لما السيلف ايمج بتاعتك بتتأثر، انت لما تبص في المراية وتقول لنفسك انا تخين قوي، ايه القرف ده، ايه المنظر ده، يبقى انت هتدور على الخسسان، او هتدور ان انت تعالج النظرة الذاتية السيئة اللي انت شايفها لنفسك دي بأي شكل كان. وللأسف النقطة دي بيقع فيها ناس كتير، والنقطة دي مش هي النقطة الحقيقية أو النقطة اللي أنت لازم تخس عشانها. بالعكس، أنت لازم يكون في حسابك إن أنت تخس لأسباب حقيقية، والأسباب الحقيقية هي إن أنا أخس علشان أقلل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، أخس عشان أقلل خطورة الوفاة المبكرة، أخس عشان أقدر أعيش مع أولادي حياة كويسة، حياة متوسطة، مش هقول حياة سوبر يعني، لكن أقدر أجري معاهم، ألعب معاهم، أروح النادي معاهم وألعب معاهم. أخس عشان أعيش 10 سنين متوسط، 10 سنين زيادة. أخس علشان لما أكبر وأبقى في الستينات والسبعينات ما اضطرش اركب كرسي متحرك واخلي ابقى باردن او ابقى عبء على ولادي، ويشيلوني وانا داخل الحمام، ويشيلوني وانا خارج من الحمام، ولكن بالعكس اقوم انا واخش واروح واجي وهكذا. كان في فيديو جميل جدا جدا، الفيديو ده شفناه يعني كان من سنة تقريبا او من اكتر. الفيديو كان بيتكلم على السمنة. خلاص، جايب لك واحد عجوز، او جايب لك واحد في الثلاثينات يعني، وهو عنده سمنة او عنده زيادة في الوزن، وبيتخيل حياته في الستينات او في السبعينات. فجايب لك ان هو هي لو هو فضل زي ما هو، فضل تعبان وفضل ما بيتحركش وكده، لقى نفسه قاعد على السرير، مقدرش يتحرك، ولاده بيشيلوه، ولاده متأففين منه جدا، مش قادرين يحركوه، بيقعد على كرسي متحرك، احفاده عمالين يجروا ويلعبوا، وولاده بيجروا ويلعبوا حواليهم، وهو مش قادر يتحرك لان هو طبعا قعيد، ولان هو تعبان جدا، وفي ايده ادويه كتير جدا عمال ياخد فيها، عمال يبلبع في ادويه ليل نهار، وكل ده طبعا تعب نفسيته جدا ومخليه متاثر جدا بالموضوع ده. الصوره التانية لما طبعا هو كان مدخن، بس يعني خلينا بره القصه دي دلوقتي. الصورة التانية لو هو اهتم بصحته واهتم بوزنه ووصل للوزن متوسط، مش وزن كبير يعني، ما نزلش بقى الوزن المثالي، ما اشتغلش موديل مثلا او بقى مستر اولمبي او حاجة، لا، وزن متوسط عادي خالص. جايب لك ان هو بيقوم من على السرير لوحده نشيط ومبسوط، بيخش الحمام ويخرج لوحده، بيلعب مع ولاده واحفاده، وبيشاركهم اللحظات السعيدة في حياتهم،
مش قاعد بس على جنب هو متضرر او متأفف، وهم في نفس الوقت متضررين ومتأففين منه. والمفروض يكون ده عامل كبير جدا في المايند سيت بتاعي او صورتي الذهنية عن الغرض من التخسيس او الغرض من ان انا اوصل للوزن المثالي. لان الموضوع مش ميزان خالص. زي ما قلنا قبل كده، كل لعيبة كمال الأجسام، ايدي هول ده كان بطل العالم في اللي هو خد مسابقة أقوى رجل في العالم، كان وصل 180 كيلو. خلاص طبعا ما كانش صحته ما كانتش احسن حاجه، لكن هو حاليا دلوقتي في حاله صحيه كويسه. وزنه دلوقتي قد ايه؟ وزنه دلوقتي 140 كيلو. بس ده واحد بيلعب بطريقه معينه، ده واحد عنده عضلات ليها شكل معين، ليه فسيولوجي معينه خالص مختلفه عن الفسيولوجي بتاعتنا. لكن واحد زيي بيصحى الصبح يروح الشغل، يرجع من الشغل يقعد في البيت، اخره يروح النادي يتمشى شويه، دي اقصى حاجه ممكن يعملها. آه، ده هو اللي بتكلم عنه. بتكلم ان هو يدور على نزول الوزن، او يدور ان هو ينزل وزنه لوزن متوسط، او وزن يعني الى حد ما مقبول. في ناس صحتها كويسة جدا ووزنها عالي شوية، يعني وزنه مثلا اعلى من الطبيعي ب10 كيلو. خلاص، لكن هو مثلا رياضي بيلعب رياضة، او عضلاته شايلاه او كده. لا لا، لما بيجي بقول له اعمل بلاد وورك، وريني كل التحاليل بتاعتك وكل الفحوصات بتاعتك، بلاقي الفحوصات بتاعته كلها كويسه وكلها ممتازه. اقول له لا خلاص، عيش حياتك، انت مش محتاج ان انت تخس جامد او حاجه. لو انت عايز تخس عشان تحسن الصوره الذهنيه بتاعتك، او عشان تحسن السيلف ايمج بتاعتك، دي نقطه تانية. واقول له تعالى بقى نتكلم في النقطه دي. السيلف ايمج بتاعتك، انت شايف نفسك ازاي؟ انت لما بتغمض عينك وتشوف نفسك، بتشوف نفسك ازاي؟ دي نبتدي نخاطبها نفسيا، ما بنخاطبهاش عن طريق الدايت او عن طريق الكلام دوت. لازم يبقى فيه خطاب نفسي كويس. ب... ب... بنكلم الشخص، نقول له قول لي انت عايز شكلك يبقى عامل ازاي؟ انت نفسك لما تغمض عينك وتتخيل نفسك يبقى شكلك شكله ايه؟ تبقى انت شكلك عامل ازاي؟ وهكذا. خلاص، ونبتدي نتناقش مع الشخص، ونشوف نقدر نوصل للصورة الذهنية دي ازاي مع بعض. خلاص. لو انت عايز تخس عشان تحس بالسعادة، حس بالسعادة من دلوقتي علشان تعرف تخس. لان انت لو بتدور على السعادة عمرها ما كانت في هدف، لكن السعادة دايما في الرحلة. خلاص، ربنا خلقنا عشان نمشي في الرحلة، عشان نسعى في الطريق. والرحلة والسعي هي دي الرحلة الحقيقية. ناس كتير جدا من لعيبة كمال الأجسام، أو من الناس اللي وصلوا للفتنس اللي الناس بيتخيلوه أو الناس بيحلموا بيه، كانوا بيسألوهم أنت بيبقى إحساسك إيه في الوقت ده؟ بيقولوا مببقاش مبسوط، أنا ببقى متضايق جدا، ببقى مش مبسوط، أنا ببقى مش مرتاح، لأن هو بيبقى دي هايدريتد جدا. خلينا ندي مثلا للعيبة كمال الأجسام لحظة العرض. خلاص، في لحظة العرض بيبقى بقاله يومين مشربش مية. خلاص، هما عشان ينشفوا جسمهم بيشرب مية كتير جدا، بيشرب بال10 جالون في اليوم، حاجة كده رهيبة، لمدة أسبوع. بعد كده يوقف مية تماما في آخر يومين علشان ينشف وعشان يشرخ العضلات كويس جدا. فهو دي هايدريتد جدا، عامل نظام دايت قاسي جدا علشان يحافظ على عضلاته، وفي نفس الوقت يشرخ العضلات على قد ما يقدر. العضلات الرهيبة اللي انت شايفها، المنظر الجمالي التحفة جدا اللي انت شايفه، هو نتيجة تضحيات كتير، ساعات طويلة في الجيم. ستيرويدز، لو هما بياخدوا ستيرويدز او بياخدوا منشطات او الكلام ده، آه، تجفيف للجسم، تنشيف للجسم، كل الحاجات دي بتأثر أولا على الكلية، وبتأثر على الكبد، وبتأثر على الجسم. طبعا هم يعني الناس البروفيشنال بيبقى فيه دكاترة متخصصين بيمشوهم على ده وبيشيلوهم من ده بصورة صحية. ولكن البوينت بتاعتي، الصورة اللي انت شايفها دي، متفتكرش ان هو في احلى لحظات حياته، متفتكرش ان هو دلوقتي شايف ان هو طاير في السماء من الفرحة. هو كل اللي بيفكر فيه ان هو مرهق، ان هو عطشان، ان هو جعان، ان هو عايز ينام. دي كل الافكار اللي بتدور في باله في اللحظه دي. انت عشان تفانكشن وعشان مخك يشتغل بصوره كويسه، لازم تكون جسمك متوسط او معتدل المستويات كلها من الميه ومن السكر ومن الدهون ومن الكلام دوت. فالخطاب ده مهم جدا.
لو انت بتدور على صورة ذهنية معينة تقدر تحقق الصورة الذهنية دي في وزنك ده، خلاص. ولكن افتكر دايما ان انت غرضك من ان انت تنزل في الوزن او ان انت تحسن صحتك، ان انت تحسن مستوى المعيشة بتاعك، ان انت تعيش بصحة افضل، ان انت تعيش اطول، ان انت تقعد وسط ولادك فترة اطول عشان تشاركهم اللحظات الحلوة. وفيلم انترستيلر كان فيه كلمة جميلة جدا، ماثيو ماكونهي كان بيقولها لبنته، بيقول لها we are here to be memories for our kids. احنا ربنا خلقنا عشان نبقى ذكريات لعيالنا. ف ابني ذكريات مع عيالك، اصنع ذكريات بصورة كويسة، اصنع ذكريات كتير واصنع ذكريات بصحة كويسة، وهتلاقي نفسك سعادتك ظهرت حتى لو وزنك مش مظبوط. اظبط صحتك، اظبط البلاد وورك بتاعك، روح للدكتور، تابع الفحوصات بتاعتك، تابع مستويات دمك ومستويات الدهون. ده احسن بكتير من ان انا ادور على دايت قاسي او على دايت ينزلني الوزن وبعديها بشهر او شهرين اكل كل اللي انا عايزه وارجع تاني من الوزن ده. فالنقطة النفسية او نقطة السيلف ايمج نقطة مهمة جدا، ودي بنخاطبها برضو في الدورة بتاعتنا، بنخاطبها بالتفصيل كمان، ونقول فيها كل الطرق اللي تقدر تعالج بيها الصورة الذهنية دي، وازاي تقدر توصل للسعادة وتوصل لصورة ذهنية كويسة من غير ما تستنى ان انت توصل للتارجت ويت بتاعك او الوزن المثالي بتاعك. طيب البوينت الأخيرة اللي هنتكلم فيها في الموضوع بتاع الكيتوجينيك دايت واللو أو الفيري لو انرجي دايت، وهي نقطة هل الدايتات دي ينفع أمشي عليها كلها مع بعض، ولا لازم أمشي عليها واحدة واحدة، ولا أعمل إيه، وأنهي أحسن واحد فيهم. طيب تعددت الدراسات في الدايت عامة، وتعدد الكلام فيها جدا، خلاص. في ملحوظة بس كده كنت حابب اتكلم فيها، كانت ظهرت الفترة اللي فاتت، في دكتور مصري ظهر الفترة اللي فاتت بيتكلم ان الخضار ده أكذوبة كبيرة، وان الخضار ده ما هو الا سم قاتل، مفيش حاجة اسمها خضار، او الخضار ده حاجة وحشة جدا اصلا للجسم، وان انت مش محتاج تاكل الخضار، وان هو يقدر يخسسك ويوصلك للوزن اللي انت عايزه لما تاكل اللحمة بس. طيب الكلام دوت مش جديد، الكلام ده قديم خلاص. الكارنيفور دايت معروف بقاله فترة كبيرة، الكارنيفور دايت وهو الدايت اللاحم. الدايت اللاحم هو الدايت اللي هو عبارة عن لحم فقط او لحوم فقط، خلاص. وفي بودكاست مشهور قوي لجو روجن، جو روجن كان بيتكلم فيه عن الدايت اللاحم او الكارنيفور دايت، وقد ايه الكارنيفور دايت ده سحر، وقد ايه الكارنيفور دايت ده بيحسن من وظائف الجسم كلها، وبيحسن من حالة الجسم، وجايب لك بقى طبعا صور قبل وبعد، وصور السكس باكس التحفة جدا في الجسم بعد ما جربنا الكارنيفور دايت. هل الكارنيفور دايت حلو ولا لأ؟ اي دايت في الدنيا خلاص بيشتغل زي ما قلنا. WHO وال WOF او ال World Obesity Federation قالت لك كل الدايتات بتنجح قبل 6 شهور، وكل الدايتات بتفشل بعد 6 شهور، خلاص. الكارنيفور دايت حلو جدا، الكارنيفور دايت خسسني 20 كيلو في شهر، اوكي، لان انت بمنتهى البساطة هو مش كارنيفور دايت، هو انت عملت فيري لو انرجي دايت، خلاص، او عملت موديفايد كيتوجينيك دايت اللي احنا لسه متكلمين عنه. هو ايه هو اللو الفيري لو انرجي دايت؟ انت بتاكل بروتين بس، وبتاكل دهون اللي هي اللي موجوده في اللحمه يعني، او في اللحمه الحمراء، او في اللحمه اللي هي اللي فيها دهن او كده، وفي نفس الوقت انت ما بتاكلش اي سكريات خالص، ما بتاكلش اي نوع من انواع الكالوريز تانية، فانسولينك قليل. هي بالظبط الفيري لو انرجي دايت، فبتاخد كل مزايا الفيري لو انرجي دايت، هو ده الكارنيفور دايت. طيب هل اقدر اعمل الكارنيفور دايت ومش باللحمه؟ ممكن تعمله باي حاجه تانية، ممكن تعمله باي حاجه فيها بروتين ودهون كويسين، بروتين كامل البايو افيلابيلتي بتاعته كويسه، اللي هو كومبليت بروتين. يعني ايه كومبليت بروتين؟ يعني بروتين فيه كل الامينو اسيدز او الاسينشال امينو اسيدز، الامينو اسيدز الاساسيه اللي انت محتاجها عشان جسمك يبني، او جسمك يبتدي يطلع
العضلات ويطلع الحاجات والشغل بتاعه من غير ما يحصل له مشكلة او من غير ما يحصل له مشاكل في الجسم. دي مشكلة الاكل النباتي، ان الاكل النباتي ببساطة غالبا معظم الاكلات النباتية بيبقى البروتين بتاعها مش كومبليت، لكن البروتين الحيواني كل البروتينات الحيوانية بتبقى كومبليت، يعني الفراخ يعني اللحمة يعني البيض يعني السمك، كل دي بتبقى كومبليت بروتينز. يعني اعمل كارنيفور دايت ولا لا؟ عايز تجرب الكارنيفور دايت اعمله. الكارنيفور دايت بياكل ايه؟ خلاص بياكل لحمة فطار غدا عشاء بس، خلاص ستيك خلاص، ولو كان معاه حاجة بيبقى خضروات ورقية. جربوا مفيش مشكلة خالص. انا بحب التجربة عامة، وانا بجرب الحاجات دي بنفسي، ولكن خليك تحت متابعة الدكتور. شوف الاول عندك امراض مزمنة ولا لا، شوف عندك موانع للدايتات دي ولا لا. الموانع اهم بكتير من المسموحات. يعني هل عندك موانع للدايتس دي ولا لا؟ شوف لو عندك موانع، شوف لو عندك مشاكل في الغدة الدرقية، لو عندك مشاكل في الكلام دوت، وجرب مفيش مشكلة خالص. وافتكر الكلمة اللي قلتها لك، كل الدايتات بتنجح قبل 6 شهور، وكل الدايتات بتفشل بعد 6 شهور، الا لو انت متابع مع دكتور، لو انت عندك accountability، الا لو انت ماشي على دايت متوازن. خلاص. نرجع لمرجوعنا في موضوع الكارنيفور دايت دوت. بيقول ان الكارنيفور دايت هو السحر، وبيقول ان الخضار سم. ايه بقى حوار ان الخضار سم دوت؟ الكلام دوت انا يعني حرفيا كنت سمعته تقريبا من 7 8 سنين. كان في زي دراسة كده ابتدت يعني تنتشر، بتقول ان الخضار مفيد للجسم. ليه الخضار مفيد للجسم؟ ليه الخضار بيدي فايدة للجسم؟ ليه الخضار كويس للجسم وبيحسن صحة الجسم؟ الدراسة دي فضلت يعني تشوف الخضار وتدرس فيه وتقول لك الخضار ده ايه مزاياه وايه عيوبه وهكذا وهكذا. وطلعت الدراسة دي بتقول لك ان الخضار بيشتغل او بيعمل في الجسم زي السم. يعني ايه زي السم؟ يعني الخضار بيشتغل على الجسم زي مثلا لما كان راسبيوتين مثلا زمان، او اي حد من اللي بيشتغلوا في مع العقارب ومع التعابين ومع الحاجات دي بيتقرصوا، بس بيتقرص مثلا قرصة في ايده او قرصة خفيفة، فبيبتدي سنة بسنة جسمه يعمل مناعة ضد السم ده، يبتدي سنة بسنة جسمه ياخد طاقة وياخد قوة ضد ضد السم ده. فالدراسة بتقول ان انت لما بتاكل خضار، الخضار بيحاول يقتلك، بيحاول يسمك بالمواد اللي فيه، بالمواد بتاعته، المواد اللي اصلا النباتات بتفرزها كنوع من انواع الدفاع عن النفس. وجسمك كان رد فعل عن المواد دي او ضد المواد دي بيبتدي يطلع مضادات اكسده، يبتدي يشغل الجينات بتاعه مضادات الاكسده، بتاعه الحفاظ على النفس، بتاعه الحفاظ على الجسم، علشان يطلع مضادات اكسده، وعشان يحافظ على الجسم، وعشان يحافظ على نضاره الجسم وصحه الجسم وهكذا. انا بس يعني الدراسه ما كنتش مقتنع بيها قوي، ولكن خلينا نتكلم من الناحيه الكويسه ومن الناحيه الوحشه. من الناحيه الوحشه صوت فيها ايه؟ لما ياخد ستريسور، خلاص الستريسور ده يبتدي يحسن الجسم، ويبتدي يدي للجسم مضادات اكسده، ويبتدي للجسم حاجات كويسه. الاكسرسايز او الفيزيكال اكسرسايز، التمارين الرياضيه عامه، معروف ان هي ستريسور، ان هي اجهاد تاكسدي على الجسم. لكن هل بنقول ان الاكسرسايز وحش؟ لا، الاكسرسايز مهم جدا وممتاز جدا. فلو الفكره دي حقيقيه كويس، لو الفكره دي مش حقيقيه برضو كويس. يعني ناكل خضار ولا لا؟ كل اكل متوازن، كل اكل كويس، واستشير الاول قبل ما تعمل اي نظام جديد، خلاص، عشان تتجنب الاثار الجانبيه بتاعته، وعشان تاخد كل الفوائد بتاعته. ودمتم سالمين.